أما بقى فريق إنبي فبيعلنها صراحة بفكر رئيس النادي أيمن الشريعي، وهو الاعتماد على قطاع الناشئين والاستثمار ثم الاستثمار من بيع اللاعبين الكبار والإعارات. وكنا شفنا حتى طريقة عقود جديدة بتتم من خلال نادي إنبي بتظهر لنا هدف النادي المباشر وهو الاستثمار، وده طبعا بعد تحقيق مركز آمن في الدوري. بس يا ترى بقى هل سياسة رئيس النادي هتحقق الهدف المطلوب؟ هو من وجهة نظري أنا لا، مش شايف كده خالص، وإن إنبي هيعاني جدا الفترة اللي جاية، والموسم ده أو اللي بعده ممكن يكون إنبي من أندية الهبوط. لو أنت شايف بقى حاجة تانية ممكن تكتب لي رأيك في الكومنتات. خلاص أيام قليلة ويبدأ الموسم الجديد والميركاتو أوشك على الانتهاء. كل نادي اشتغل على حسب رؤيته وأهدافه وطبعا إمكانياته، سواء من انضمام لاعبين أو خروج لاعبين للبيع أو الإعارة. لكن من وجهة نظري أنا شايف إن نادي البنك الأهلي هو أكتر نادي عمل صفقات مميزة أو أقوى صفقات في الميركاتو، واللي متوقع له شخصيا يكون من أندية التوب فور، وهتكون مواجهته بلغة الكورة رخمة جدا على أي فريق. يا ترى بقى أنتم شايفين مين وإيه الفريق اللي عمل صفقات قوية، ومين في الناحية التانية الفريق اللي هيعاني بسبب ضعف الصفقات؟ عايزكم بقى تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وكمان تكتبوا لنا أقوى 5 صفقات تمت في الدوري المصري الموسم دوت وبالترتيب. واوعوا تنسوا بقى اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.